رب ما يقطع لنا عاده، وسوري جدا 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 على شكلي المبهدل، بس حبيت اطلع لكم كده واقول لكم تعالى اوريكم انا بعمل ايه. خلاص بكره العيد، كل سنه وانتم طيبين. وحرفيا وشي بايظ، ده انا نفسي كمان اصبغ معاكم واوريكم انا بعمل كل حاجه ازاي. بصوا بشرتي، حرفيا بشرتي بشعه. تعالوا كده نروق عليها واوريكم البشره دي بتتحول معانا ازاي بكل سهوله. اول حاجه لازم تعمليها وضروري تعمليها، تشيلي اي شعر زياده في وشك. هستخدم الشفرات دي بتاعه فلامينجو الاصليه يا بنات، وهبتدي اشيل شعر وشي كله. انا مرطبه وشي على فكره، يعني انا مش شغاله على الناشف. بصوا البلاوي اللي بتطلع، ما تبصوش قوي يعني. بصوا كده حته حته بقى، عشان ده عيد ابتدي اخد البشره معايا حته حته. ده بيعمل ايه؟ ده بيشيل لي الطبقه الوبريه الموجوده في البشره، وكمان بيشيل الشعر الزياده اللي موجود في البشره، هيروق عليكي بالشكل ده. حرفيا هشيل بلاوي من بشرتي. وبقالي فتره كبيره جدا ما عملتش في بشرتي اي حاجه خالص، وكنت مقرره بصراحه اطلع انضفها كلها معاكم. الطريقه دي خليكي مكمله حته حته في بشرتك لغايه ما تشيلي كل حاجه موجوده في بشرتك. بصوا بالشكل ده نضفت بشرتي من الشعر الزياده اللي فيها، شلت كل الشعر اللي موجود فيها بالشفره. اهم حاجه وانتي بتعملي الشفره تكوني مرطبه بشرتك قبليها كويس جدا. بعد كده هبتدي اغسل وشي بالغسول ده كده قبل ما اعمل فيه اي حاجه. ودي الخطوات الصح اللي حضرتك تعملي بيها تنظيف بشره ليكي في البيت. هحاول ابسط لك الامور خالص عشان تعملي تنظيف بشره بيرفكتو. بالشكل ده هقوم اغسل بشرتي وارجع لكم. خطوه مهمه جدا ان حضرتك هنا تنشفي بمناديل بالشكل ده. اتاكدت تماما ان انا بشرتي نظيفه يعني مغسوله كويس جدا. قبل ما افتح مسام بشرتي، خدي بالك من النقطه دي كويس جدا. قبل ما تفتحي المسام بتاعه بشرتك اعرفي ان انت غاسله بشرتك كويس جدا. كل حاجه هتحطيها على بشرتك متعقمه، ايدك نفسها نظيفه جدا، لان المسام بتاعه بشرتك هتبقى مفتوحه. فاي حاجه هتحطيها سهل جدا ان هي تطلع لك حبوب، اي حاجه سهل جدا ان هي تلوث لك البشره. هنا نظيفه، كل الادوات اللي هنستخدمها دلوقتي نظيفه ومعقمه، وبما انها ممكن تكون ادواتك الشخصيه فمحدش بيستخدمها غيرك. كل اللي انا هعمله في الخطوه دي ان انا هسلط البخار على بشرتي عشان يفتح لي مسام بشرتي كلها. منتظره معاكم شويه جهاز البخار يسخن فيطلع بخار ونبتدي نشتغل على طول. نهى انا ما عنديش جهاز بخار، ولا تزعلي نفسك يا حبيبه قلبي، عادي جدا. حله على النار وسخني فيها ميه، بس بلاش تحطي وشك في الحله على طول. انقلي الميه ببوله بلاستيك وابتدي استفادي بالبخار اللي طالع منها، او سخني ميه في الكاتل وكبيها برده في بوله بلاستيك وحطي وشك فيها واستفادي بالبخار اللي طالع منها. البخار ابتدى يطلع، هاخد جلسه البخار على وشي وانتوا معايا. زي ما انت شايفه بحاول اقلب وشي يمين وشمال عشان اتحمر زي حته البفتيك. ما عندكيش جهاز البخار، البوله بتاعتك والفوطه بتاعتك واستخبي وخلي وشك بس يتفتح المسام بتاعته بالبخار. اول شويه بخار صغيرين صغيرين، بمعنى كلمه صغيرين، ابتدي اشتغل باول ماسك. واول ماسك هشتغل بيه الماسك السكراب بتاع القهوه. الماسك ده خطير يا بنات، ده بيفتح البشره جدا وبيرطبها جدا وبينظف كمان كل المسام اللي موجوده في البشره. كل اللي انا هعمله ريحته كوفي جدا، هاخد منه شويه كده والبشره فيها بخار بالشكل ده، وهبتدي افرده على البشره كلها. هو جنتل جدا على البشره وحبيباته كمان ناعمه جدا. بصي بقى هفرده، ريحته تجنن، ريحته تجنن. هبتدي افرده كده. الماسك ده من عند بنوته يا بنات اسمها مريم، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت عشان بنات كتير قوي بتسالني عليه. حد بيجربه عندي غير لما بيسالني عليه بصراحه. عايزه اقول لكم ان هو في حبيبات سكرابر بس خفيفه جدا وناعمه جدا على البشره، فدي اللي انا بامن احطها على بشرتي كاول طبقه. هسلخها كمان شويه، بس اول طبقه خالص لازم تكون حاجه ناعمه جدا. طيب نهى انا ما عنديش الماسك ده وما عنديش امكانيه ان انا هجيبه. ولا تزعلي يا حبيبه قلب بنت خالتك، حطي معلقه سكر خشن على معلقه بن على نقطتين زيت زيتون وقلبيهم في بعض كويس جدا، وابتدي حطيهم على بشرتك.
بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول ما ينشف على البخار ابتدي اعمله بحركات دائريه وافركه بالراحه جدا بحركات دائريه. بالشكل ده بعد ما نشف هبتدي افركه بالراحه جدا، هيسيب بشرتي مترطبه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هيساعدك جدا على تفتيح لون البشره، ولو بشرتك مثلا فيها تسبغ او اي حاجه هيقلل من شكل التسبغ جدا. هبتدي افرك بحركات دائريه، وخدي وقتك جدا في الفرك بقى 3-4 دقايق كده، بتبتدي تعملي فرك لبشرتك كلها بالشكل ده. على الاماكن اللي انت عندك فيها رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء عشان تنضف معاكي جدا. شايفين المنظر العفش ده؟ اقوم اغسل بشرتي وارجع لكم. مفيش مره ما نورش بشرتي بعد ما غسلتها. فتح البشره حرفيا تفتيح فوري بقى بالشكل ده، حرفيا بشرتي بتزيق من النظافه. تاني حاجه بقى، انا بشرتي دهنيه جدا، لو انت بشرتك دهنيه جدا اعملي الخطوه دي، لو انت بشرتك مش دهنيه ما تعمليش الخطوه دي خالص. برده سكراب مخصص للبشره الدهنيه بشجره الشاي، لان السكراب التاني زي ما قلت لك لكل انواع البشره وبيرطب البشره جدا وبيسيب حرفيا البشره مترطبه، يعني حتى لو ما رطبتهاش بعديه مفيش اي مشكله. طيب انا عايزه اقلل من افراز الزيوت والدهون واعمل كنترول شويه على المسام بتاعتي، هستخدم حاجه تنشف معايا الزيوت والدهون اللي بتطلع من البشره. فانا هستخدم السكراب ده من عند ستيفز بالشكل ده، هاخد منه كميه بالشكل ده مش كتيره. برضو السكراب ده حامي شويتين 3 على البشره، مش سهل يعني اهو بالشكل ده، وهبتدي بقى افركه على طول. الفرق بينه وبين الاولاني ان ده فيه حبيبات خشنه، الحبيبات الخشنه دي وانا بعملها حاسه هي بتجريحها للبشره، فده استحاله يتعمل تحت الميك اب. التاني لو انت عندك مناسبه وعايزه نتيجه فوريه تقدري تعملي ده عادي جدا تحت الميك اب، انما ستيفز ما تقدريش تعمليه خالص تحت الميك اب، لان حبيباته زي ما انت شايفه. بصي هو فرش معايا على البشره ازاي، وحاسه ان في رمله تحت ايديا، في حبيبات قويه جدا بتبتدي تقشر البشره كلها معايا، وانا بس بركز على اكتر اماكن. المكان بتاع النوز والخدود عندي من هنا وهنا شويه، عشان هنا في شويه رؤوس سودا وبيضه عايزه انضفها. بقول لك الماسك ده وانا شغاله بيه على بشرتي بدخل تاني تحت البخار. ابتدي اشيل السكراب كله من على بشرتي بالشكل ده. قلبي دلوقتي سيبي البخار متسلط على وشك وارجعي هاتي ابره البثور بتاعتك بالشكل ده. طب نهى انا ما عنديش ابره بثور اعمل ايه؟ انا مش عارفه انتوا سامعيني من صوت البخار ولا لا، بس ان شاء الله تكونوا سامعيني. طب انا ما عنديش ابره بثور اعمل ايه؟ اقول لك مفيش اي مشكله، هاتيلي يا ست الكل اي بنسه شعر ورشي عليها كحول وابتدي اشتغلي بيها كويس جدا. هاخد ابره البثور وهوطي بس صوت البخار كده، وهبتدي اعمل ايه؟ احط كده واسحب لتحت. اوكي شايفين بقى كم دهون هيطلع قد ايه؟ شايفين؟ كده. واتفرجي بقى يا ست الكل على كم الدهون اللي بيطلع من الوش. صدقوني لو قلت لكم ان دي حرفيا اصعب مرحله بالنسبه لي. بصوا مناخيري بقت قد ايه، ولو زي ما بقول لكم اصعب مرحله بالنسبه لي حرفيا هي مرحله الابره. مفيش ابره يا ست الكل، دبوسك الحلو وابتدي اسحبي كل الدهون اللي موجوده في بشرتك بالشكل ده.
الخطوه اللي معايا بعد كده وهي ما تقلش حاجه عن ابره البثور، وهو جهاز الالتراسونيك ده. الالتراسونيك ده عندي من زمان قوي. هبتدي اشغله كده. بصوا بقى بالشكل ده، كل اللي جاي ضربه قصاد ضربه، يعني كل ما نعمل حاجه لازم نطبطب على البشره بحاجه ثانيه. جهاز الالتراسونيك وابره الدهون بتكون قاسيه شويه على البشره، فلازم نطبطب عليها. فهطبطب عليها بالماسك ده من عند بوبانا، هو لونه بلو كده، خطير يا جماعه، خطير خطير. بصوا ده انا بصالح بيه بشرتي بعد كل عمله بعملها فيها، انا بصالح بيه البشره. هحطه كده على البشره شويه اهو. يا ريت بس يكون طبقه خفيفه جدا عشان تلحق تنشف معاكي. بالتحديد ده لان ده حمض الهالورونيك، وكمان في نسبه هالورونيك عاليه جدا في البشره، فانت مش بتعملي تنظيف بشره بس، بتعملي تنظيف بشره وبتعالجي كمان البشره وبتروقي عليها بكل الاشكال. ابتدي اوزعه كده شويه على بشرتي وهسيبه 10 دقايق بالشكل ده. هسيب الماسك ده ينشف على بشرتي تماما ويشد، وابتدي اشيله كقطعه واحده عشان يبتدي يشيل معاه اي رؤوس بيضاء او كمان اي رؤوس سوداء بالشكل ده. بصوا ده شكل الماسك بعد ما بينشف على البشره، بصوا عامل ازاي. هبتدي مش عايزه اتقشر، هبتدي هنا بقى وهو بيتقشر بيشيل معاك كل الرؤوس البيضة والسوداء. ابعدي تماما على المنطقة بتاعة العين، ما تحطوش فيها لان هو قوي جدا بالشكل ده. كل الاماكن اللي انت عندك فيها رؤوس بيضاء او رؤوس سوداء هيبتدي يشيلها كويس جدا. اقول لكم هو شايل ايه، هو شايل بلاوي. بصوا حتى لون الجلد، بصي يفتح لون الجلد معاكي ازاي، بصي شيل بلاوي. عايزه اقول لكم نعومه وترطيب في بشرتي مهما احكي لكم مش هتصدقوها ولا هتتخيلوها. بشرتي ناعمه جدا وباين قد ايه هي بقت نظيفه ومورده ومش حاطه فيها اي حاجه، وباين ان هي نظيفه جدا قدامكم. بصوا البشره بقت عامله ازاي. بصوا بقى اي حاجه بعد كده اختياريه. يعني ايه اي حاجه اختياريه؟ يعني اي ماسك تفتيح عندك تقدري تستخدميه، اي حاجه مرطبه عندك تقدري تستخدميها، تقدري تحطي على بشرتك زبادي وعسل، تقدري تحطي زبادي وخيار، اي حاجه موجوده عندك. انا بستخدم الماسك ده من عند نيوترا كير، بقالي سنين بستخدمه. الماسك ده حلو جدا 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 ومنقذ بالنسبه لي تفتيح وترطيب ونضاره. الماسك ده باليونيكورن يا بنات. كل اللي انا بعمله باخد منه معلقه واحده بس صغيره جدا زي ما انت شايفه، تقدري تخلطيها بلبن او تقدري تخلطيها بميه. هخلطها بميه دافيه حاجه بسيطه لان انا هنا في الاستوديو مش في البيت. لو في البيت بصراحه كنت خلطته بلبن. وهبتدي هعمل له بلاند كده، هدوبه كله ببعضه. بقى زي ما قلت لك الموضوع اختياري جدا، تقدري تحطي اي ماسكات. عندك ماسكات جاهزه قشطه، ما عندكيش ماسكات جاهزه حطي ماسك ترمس حلو جدا في التفتيح، حطي ماسك زبادي وخيار حلو جدا في الترطيب. اي ماسكات متوفره عندك في البيت، دلعي نفسك وما تستخسريش ده. وهبتدي افرده طبقه خفيفه جدا على بشرتي
من الماسكات اللي بحبها جدا جدا وما بستغناش عنها. البنات اللي متابعيني من زمان هيلاقوني بوريكم الماسك ده مره المليون. مثلا الماسك بنات من عند نيوتراكير من عند نجاة، هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس، عشان من الماسكات الرخيصه جدا وفي نفس الوقت نتيجتها تجنن. وكمان بيبقى منقذ بقى في حالات ان انت مثلا جاتلك عروسه، ده لو انت ميك اب ارتست يعني عامله واكس عامله اي حاجه ببشرتها وعايزه تنقذي الموقف، فده اكتر حاجه ممكن تنقذ لك الموقف. هحط طبقه خفيفه عشان ينشف بسرعه. عايزه اقول لكم الساعه 2 بالليل وانا لسه ما روحتش بيتي. بصراحه انا كنت لسه محضره ماسكين تانيين، ماسك تبريمه بالنيله المغربيه وكمان ماسك طمي مغربي، بس بصراحه الوقت مش هيساعدني خالص ان انا اعملهم. ممكن دول اعملهم بكره مفيش اي مشكله خالص، طالما البشره معاكي نضيفه وتستقبل تقدري تحطي اي ماسكات انت عايزاها. هستنى بس ده ينشف عشان اقول لك على اهم خطوه عشان تحافظي على بشرتك وكمان عشان تحافظي ان هي ما يحصلهاش اي مشكله، هقولها لك بعد الماسك ده على طول. بصي حبيبه قلبي، هنا برضو الماسك ابتدى يشد وينشف على بشرتي. هقوم اغسل بشرتي زي ما قلت لك تاني تاني تاني. اي ماسكات تقدري تستخدميها، اي حاجه عندك موجوده في البيت تقدري تستخدميها، ما تديش نفسك على حاجه خالص. هقوم اغسل بشرتي وارجع اقول لك اهم خطوه في تنظيف البشره اللي احنا عملناه ده. يا جماعه وشي نور، وشي نور بجد. ياه، احساس مش هيوصل لك غير لما تقومي دلوقتي وتروقي على حالك. مهما اقول لك الاحساس مش هتصدقي الاحساس ده عامل ازاي غير لما تقومي وتروقي على حالك. اقول لك ان هو كم راحه نفسيه غريبه. ما شوقتينا، ايه اهم حاجه قلتي عليها في تنظيف البشره بعد ما فتحنا المسام ولعبنا وعملنا ابره بثور وعملنا التراسونيك وعملنا سكرابات وعملنا كل ده؟ مسام بشرتك يا روح قلبي مفتوحه، اوعي تسيبيها كده، هتمشي تلمي كل حاجه موجوده. اي اتربه هتدخل جوه البشره، مش هتدخل على الطبقه الخارجيه بس، لا يا روح قلبي، دي هتدخل جوه الطبقات بتاعه البشره الداخليه. فلازم تقفلي مسام بشرتك كويس جدا. في طريقتين تقفلي بيهم مسام البشره، يا تستخدمي نفس الجهاز اللي احنا استخدمناه ده، في دراعين ناحيه على السخن وناحيه على البارد، نستخدم الناحيه اللي على البارد عشان نقفل مسام البشره. طب نهى ما عندناش الجهاز وما عندناش حاجه بخار على البارد، نعمل ايه؟ مكعب تلج يا روح قلبي، وابتدي حطيه في منديل، ما تحطوش دايركت على بشرتك، ابتدي مشيه كويس جدا على البشره عشان تقفلي كل مسام بشرتك. هيجي كده جهاز البخار مطلع بخار بارد على وشي، هوجه له وشي يمين وشمال عشان يقفل لي مسام بشرتي كلها. ده والبخار الساقع شغال على بشرتي عادي. هحط سيرم ترطيب للبشره، رطبي بشرتك باي حاجه. انا هستخدم السيرم بتاع كابريال ده، بحبه جدا 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 وبشرتي هتستفاد بكل حاجه فيه دلوقتي. اخر حاجه هعملها وبيخلي شفايفي شكلها يجنن باليوم والاتنين، الليب تاتو ده من عند هديل، خطير يا جماعه وبيخلي شفايفي شكلها حلو جدا وكمان لونه حلو قوي قوي قوي. هبتدي اخده كده واحطه على شفايفي. بصوا لونه عامل ازاي. بس انا عايزه اوريكم شكل بشرتي عن قريب. هاتي كده اول الفيديو وهاتي دلوقتي وشوفي شكل البشره اول الفيديو كان عامل ازاي وشوفي شكل البشره دلوقتي عامل ازاي. اللهم بارك. لا التنظيف فارق جدا جدا جدا. فقومي دلوقتي باي امكانيات وباقل الامكانيات اعملي تنظيف بشره وروقي على بشرتك. وكل سنه وانتم طيبين، وزي ما قلت لكم ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده. بشوفكم على خير فيديو جديد او ريفيو جديد.